مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. الأزمة في اليمن عنوان لأسئلة كثيرة ووجهة لعدد من المقترحات والرؤى التي يطالب بعضها بيمننة الحلول، فيما تعول أخرى على ما يمكن أن يجيء من خلال الأشقاء والأصدقاء. التفاصيل في التقرير التالي. حرب في الشمال لا تصمد اتفاقات وقفها إلا مسافة ما تلتقط فيه الأطراف أنفاسها ليبدأ الشد التالي. حراك في الجنوب تتصاعد وتيرته ولا تبدو في الأفق المرئي حلحلة لمطالبه، وما بين هذه وتلك حرب اليمن على القاعدة. بالنسبة للوضع في صعدة يعني وضع مأساوي وكارثي، بمعنى أنها تعني كلمة كارثي ومأساوي من معنى مآسي بعدد سكان صعدة. للسلطة تجارب في اتفاقات وقعتها أيضا فيما بعد في فترات لاحقة مع الأحزاب، مع المعارضة، مع اللقاء المشترك، وأيضا تنصرت عنها. وما بين حوار متعثر في الداخل وآخر في مدينة الضباب لم تتضح بعد ملامحه، تعددت الرؤى وتنوعت التكهنات. فالبعض يرى أن اليمن بات يقف على شفا جرف هار، فيما يرى آخرون أن اليمن يحاول الهروب من أزمات الداخل صوب خارج لا يعول عليه كثيرا. ولذلك أنا في تصوري أن مؤتمر لندن سيضغط على النظام في اتجاه يعني حل المشاكل الأخرى، يعني حل مشاكله السياسية بشكل عام على الواقع، لأنه يعني صعدة والجنوب هي مشاكل سياسية أكثر منها مشاكل أمنية، في حين أن القاعدة هي مشكلة أمنية. إذا لم يحدث هذا فنجهز أنفسنا إلى غزو خارجي. مؤتمر لندن أنا لا أعول عليه كثيرا، يعني هو كاشف كما قلت لضعف اليمنيين. الاعتراف بالأزمات والعمل على حل المشكلة من جذورها، الشعور الجمعي بخطورة الأزمة، والعمل بعيدا عن مفهوم السلطة والمعارضة، كلها مقترحات ورؤى مطروحة في الشارع السياسي الذي يعيش تعقيدات الأزمة. نحن نتمنى أن كل القوى الوطنية ترى في هذه الرؤية وفي هذا المشروع مخرج لكل أزمات اليمن. إذا انتهت السلطة انتهت البلد. احنا يجب أن نكون رديف للسلطة وناصح للسلطة وأن نكون فاعلين، لأن السفينة هذه إذا غرقت غرق الجميع. المعارضة يجب أن تكون معارضة بناءة وفاعلة، معارضة مش من أجل تخريب بلدنا. نعم فيه هناك قصور لازم إصلاح. حضور الأزمة وتفاقمها في أي مكان من العالم يعني وبشكل ما ضعف حضور الإرادة السياسية هناك، الأمر الذي يفتح الباب واسعا نحو تفاقم الأزمات ويقرب مخاطر التدويل بسرعة ربما تفوق التوقعات. باتت الأزمة في صعدة منتجا أساسيا لمعظم الأزمات التي يعيشها اليمن، بل وأصبحت تسهم بشكل مباشر في انهيارات اقتصادية تأتي في مقدمتها انخفاض سعر العملة. هذا ما توصل إليه مجموعة من الأكاديميين اليمنيين خلال ندوة عن الحرب في صعدة. صعدة، الأزمة التي تزداد تعقيدا وغموضا يوما بعد آخر. فالحكومة ترى تارة أن هذه الجماعة تسعى لإعادة وضع ما قبل الجمهورية، وتارة أخرى ترى فيها امتدادا إيرانيا توسعيا، وتارة عصابة شيعية تسعى لفروض دينية متعصبة. وفي المقابل تقول الجماعة أن الخلاف سياسي بامتياز، لكنها تعود وتقول أنه خلاف مذهبي. وتارة ترى أنها أزمة ناتجة عن سوء الأوضاع المعيشية لمواطني صعدة، لكن ما يتفق عليه الطرفان أن الدم اليمني يهدر بشكل يومي على الأرض. وأيا كانت الأسباب فإن بروز هذه الأزمة كما يرى هؤلاء نتيجة حتمية لضعف حضور الدولة وغياب المشروع المؤسسي لديها. لم تنجح الدولة في تحقيق الاستقرار، لم تنجح الدولة في التنمية الاقتصادية، هناك ضعف في مفهوم المواطنة المتساوية بل وغياب أحيانا في مرتكزاته البنيوية، الأمر الذي يجعل من الدولة كقوة سياسية ذات مشروعية غائبة في الساحة. بيد أن هذه الأزمة باتت في نظر هؤلاء الأكاديميين الذين اجتمعوا بحثا في تشخيص الأزمة منتج أساسي لمعظم الأزمات التي يعيشها اليمن، وسبب في انهيارات اقتصادية ضخمة أهمها ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانهيار العملة. تكاليف الحروب السابقة أيضا نجدها توصل إلى حدود 5 مليار
0.3 بالدولار، وبالتالي هذه موارد يعني تستنزف من لحم اقتصاد هش مترنح ضعيف، كان يفترض أنها يعني تسخر لتمويل البنية التحتية والبنية الفنية والطاقة الإنتاجية للاقتصاد. هذا فضلا عن مخاطر اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية سببتها الأزمة ذاتها، والتي يرى أكاديميون أنها تعود لفشل ذريع منيت به إنجازات هذه البلاد. وها نحن في حروب 6 يعني تعادل الأهداف سبتمبر 6، وبالتالي استمرار الحرب السادسة في صعدة إلا دليل على هذا الاستنتاج، ويستمر الحديث عن الإماميين والكهنوتيين والإرهابيين والانفصاليين معا. حياة سياسية عجيبة في نحت المفاهيم. وبالرغم من التعقيد والغموض الذي يكتنف الأزمة، إلا أن هؤلاء الأكاديميين الذين يبحثون في الحل كجزء من مهامهم في لجنة الحوار الوطني يرون أن الحل ما زال ممكنا. هل ما زال اتفاق الدوحة قابل للتطبيق؟ أنا أقول أن اتفاق الدوحة سيظل الأساس لأي حل سواء اليوم أو بعد 100 سنة، يعني لسبب بسيط، لأن اتفاق الدوحة أول اتفاق يعرف أسباب الصراع، بمعنى أنه عندنا طرفين اتفقوا على أن هذا الصراع أسبابه 1 2 3، ويعني اتفقوا على الحلول 1 2 3. ومع أن هذا الحل كان من الممكن تفعيله في الأعوام السابقة، إلا أن آخرين يرون أن الأزمة اليوم خرجت عن السيطرة بعد تفاقم الوضع الإنساني لأبناء المنطقة ودخول أطراف إقليمية ودولية في الصراع كالسعودية وإيران، الأمر الذي يجعل من التوافق الوطني الشامل ضرورة لا مفر منه وبعيدا عن أي طرف.